اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. في صدارة قائمة هداف في بطولة دوري أبطال أوروبا. طبيعي راح تكون الكاميرات عليه وطبيعي أنه يخطف الأضواء. أهلا بكم من ملعب سانتياغو برنابيو، حيث هذه الأمطار التي تتساقط في العاصمة مدريد. ومعكم من كابينة التعليق محبكم فارس عوض، وموعدنا مع لقاء إياب ثمن النهائي من البطولة، الملكي ريال مدريد في مواجهة البايرن ميونخ. أصحاب الأرض أكيد عندهم كل المعطيات اللي ترشحهم للتأهل، لكن في النهاية هذه كرة قدم، كل شيء ينتهي بالصافرة. لديهم أفضلية الذهاب وعامل الأرض والجمهور، لكن قد ينجح الفريق الضيف في تحقيق المعجزة. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم، والفريق أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من ملعب سانتياغو برنابيو، وفي ظل هذه الأجواء الماطرة نطل عليكم مرة أخرى. أنا فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة إياب دور 16 لهذه البطولة. فريق ريال مدريد ضد بايرن ميونخ. أصحاب الأرض معهم الأفضلية من مباراة الذهاب، لكنها لا تحسم الأمور. أكيد المهمة أسهل بالتأكيد على ملعبهم بين جماهيرهم. الله على التصدي من كورتوا، ليفاندوفسكي ممتاز، روبرت ليفاندوفسكي، هدف من ليفا البولندي يضرب في المرمى، يعرف الطريق، يعرف المرمى، لا يهدر هذه الكرات، هذه لعباته، هذه كراته. الله عليك يا لعيب يا فنان. النتيجة الإجمالية هنا 3 أهداف مقابل 3. ماذا سيفعل الآن؟ قرار سليم من الحكم باستمرار الكرة مع بايرن ميونخ. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. ماركو أسينسيو، كرة تقطع بعد عمل جيد حقيقة. ليفاندوفسكي، ألفونسو ديفيز، ليفاندوفسكي، فريق الخصم بيخلص الكرة. فرانشيسكو إسكو، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. يلعب للكرة بينية، كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. رودريغو، ريال مدريد على الأطراف بشكل ممتاز. كرة باتجاه القائم الثاني، لو سجلت هذه اللقطة لتحدث عنها الجميع. الله على كرة، على فكرة، على قرار، لكن ذهبت بعيدة عن المرمى ولم تنجح هذه اللقطة الاستعراضية. مباراة اليوم في مدريد على ملعب النادي الملكي، ملعب سانتياغو برنابيو، ملعب يتسع لأكثر من 85,000 متفرج يكونون حاضرين بقوة لمشاهدة ناديهم المفضل ريال مدريد وهو يلعب
الله على تسلل واضح، وصفرة الحكم تمنع هجمة هدف محقق. غوريتسكا، كومان، كرة ترسل سهلة في أيدي كورتوا. كيميتش، سيرجي جنابري، كرة بترسل بالعرض، تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. إشادة كبيرة يجب أن يوجهها لحارس المرمى على هذا، يتقدم بالكرة. الكرة بتعدي بجوار القائم، كانت قريبة جدا للتسجيل. كيميتش، روبرت ليفاندوفسكي، الآن مع كيميتش، خطرة هذه البينية. ليفاندوفسكي، الله على التصدي من كورتوا. في المساحة الفاضية أمام أسينسيو على الطرف، انطلق على الطرف، ممكن يلعب له كرة عرضية. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. توماس مولر، نتيجة التعادل، والفريق يبني الهجمة بتنظيم وهدوء وبدون تسرع. حاول يسدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية، وبالتالي الكرة بعيدة بدون أي خطورة. إسكو، الكرة بتروح من ريال مدريد. جوشا كيميتش، بايرن ميونخ يهاجم الآن. كرة عرضية في المنطقة، الله على التصدي من كورتوا. في المساحة الفاضية أمام أسينسيو على الطرف، يقطع الكرة في مكان خطير. الشوط الأول ينتهي 1-0. أرضية الملعب ليست في أفضل حال بسبب الأمطار اللي لا زالت تهطل، ونحن ندخل للشوط الثاني من المباراة. الكرة الآن مع الفريق الخصم. تصل عند لوكاس هرنانديز، الكرة تصل لكيميتش. غوريتسكا، الآن شوف التيكي تاكا، شوف الأسلوب، محاولة لإرهاق الخصم في محاولة الحصول على الكرة. ليفاندوفسكي أمام المرمى، رائع كورتوا في ردة الفعل الكبيرة. ركنية باتجاه المنطقة، إبعاد سيء للأخطاء. طلعها، أبعدها من على خط
خط المرمى، أنقذ فريقه من هدف محقق. أوه، رأسية كانت قوية، كانت في طريقها للمرمى، تصدي رهيب من حارس المرمى. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. طبعا بالنسبة للمواجهة المقبلة في ايام دور 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا، ننتظر مشاهدة لقاء فريق ريال مدريد التالي، حيث سيستضيف العملاق بايرن ميونخ. طبعا بطولة دوري الابطال بطولة كبيرة، كل فريق يطمح للظهور بافضل شكل ممكن، كل الفرق تبحث بالتأكيد عن لقب هذه المسابقة. روبرت ليفاندوفسكي، سيرجي جنابري، حكم الراية يحتسب تسلل. واضح المدرب راح يدفع بلاعب بديل من على دكة البدلاء في الوقت المناسب، يتدخل ويقطع الكرة. سانيه، عرضية خطيرة لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. تدخل اللاعب يفقد الكرة. هجوم من البايرن. توماس مولر، الله على التصدي من كورتوا. ماركو اسينسيو، حلوة الكرة بيعدي فيها اسينسيو. فرصة امام رودريجو، مستحيل التصدي من نوير. كرة قريبة جدا لكن ردة الفعل اسرع. الله على الرشاقة الغير عادية. مباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. بيعدي فيها من المدافع، لمحة فنية، لقطة من لقطات المباراة. ليرو ساني، عرضية تفتقد الدقة، تحولت إلى ركلة مرمى. كريم بنزيما، تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. رائع في قراءة الفريق الخصم. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. هجوم مرتد في ظل تبط. الله على حارس المرمى، شوف التصدي، شوف اللقطة. كرة كانت صعبة لكن شوف المرونة، ردة الفعل الجميلة. ركنية ضعيفة لم تشكل أي خطورة. الآن 10 دقائق فقط تفصل عن نهاية المباراة. نظرة ممتازة، تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. الفريق يطبق ضغط ممتاز في استعادة الكرة. بايرن ميونخ يلعب من أجل خطف الانتصار فيما تبقى من دقائق. حرفية ممتازة في وسط المنطقة. كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. فرصة لكرة مرتدة سريعة. اسينسيو، لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. توماس مولر، ضغط ناجح في الأمام. سانيه، سانيه بيلعبها، حارس يتألق ويبعد الكرة. الحكم يطلق صافرة تام معلنا نهاية الوقت الأصلي لها. إذن مع انطلاقة الشوط الإضافي الأول للنهائي الكبير لدوري أبطال أوروبا، جوشا كيميتش، استخلاص الكرة هنا.
مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. تغيير الآن في صفوف الفريق. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط 18. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. عرضية في منتصف 18 تحولت للفريق الخصم، يبعدها من مناطق الخطر. كيميتش، لورو الثاني يفقد الكرة. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع لاستغلال الكرة المرتدة. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. لورو الثاني، قرار سليم من الحكم باستمرار الكرة مع بايرن ميونخ. فرصة لإرسال كرة عرضية. كينغسلي كومان، يا رب مستحيل التسديدة. الله على هذه الروعة، على الطاير في الشباك. النتيجة الإجمالية وصلت إلى 4 أهداف مقابل 3. كريستيانو بيعدي بشكل ممتاز، يا عيني يا كريستيانو. اعتراض حاسم في توقيت مثالي يمنع الخطأ. كرة للتسديد، كرة في العارضة تتجاوز الخط. يا الله على هذه اللقطة. شوف اللعبة مرة ثانية، شوف كرة الهدف، شوف كرة عكس سير اللعب واستغلال مثالي للهجمة وإنهاء في المرمى، درس للمنافس. إذن النتيجة الإجمالية تصل إلى التعادل ب4 أهداف مقابل 4. حكم بيضيف دقيقة واحدة لعمر اللقاء. ننتظر الآن انطلاقة الشوط الثاني من الوقت الإضافي. ومع بداية الشوط الثاني الإضافي مشاهدينا من نهائي دوري الأبطال. كريستيانو رونالدو، الله على الكرة، تجاوز فيها بشكل سليم. افتكاك ممتاز للكرة. مارسيل، لورو الثاني، استخلاص رائع الكرة وإيقاف الهجمة. ميزة الفريق اليوم تمريراته، نقلات الكرة، تفاهم لاعبيه، تبادل المراكز. يسترد الكرة في منطقته، استخلاص الكرة في مناطق الخصم. صافرة وخطأ لمصلحة ريال مدريد. ثمان دقائق على نهاية الوقت الإضافي. يبحثون عن هدف قاتل الآن بحثا عن الانتصار. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. لوكا مودريتش يستعيد الكرة بدون أخطاء. كيف ضاعت هذه؟ كيف؟ الله على التصدي من مانويل نوير. داخل المنطقة، يا رب المدافع يبعدها من على خط المرمى. الله على الروح، الله على الدفاع عن المرمى. دقيقتين على صفرة حكم المباراة ونهاية هذا الوقت الإضافي. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. تقدم للأمام من كريستيانو رونالدو. القائم في المرة الثانية. مدرب يرغب في مواصلة أيضا فريقه بنفس الكيفية وبنفس الطريقة حتى يأتي هدف تقدم. باتجاه المنتصف،
لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. إذا ركلات الآن مع الركلة الترجيحية الأولى دائما يعتمد المدربون أفضل اللاعبين لمثل هذه الركلات. شوف ردة الفعل، الله على مانويل نوير، ينقذ المرمى بثقة كبيرة، يضع الكرة في منتصف المرمى. ركلة ترجيح بدون مغامرة. تصدي رائع من حارس المرمى. لابد أن يحافظ على تركيزه في هذه اللحظات. أوه، الكرة ترتد من العارضة، تسديدة غير مركزة في الأساس. ركلة في المرمى. التركيز مهم في تنفيذ ركلات الجزاء. ترتد من القائم، ركلة ترجيح ضائعة. الله على التصدي من مانويل نوير. الله على هذا التصدي. الحارس هو العريس، هو العريس، يسرق النجومية اليوم. الله، تنفيذ ممتاز من اللاعب. ركلة تنفذ بنجاح. كرة أخيرة للفريق، إما أن يسجلها أو أن يخسر الفريق. الركلة تنفذ بنجاح، علامة الصح الكبيرة للتنفيذ. ركلة ترجيح مميزة. الله على الثقة، يا عيني على الهدوء في التنفيذ. تسديدة مباشرة في وسط المرمى. شوف اللقطة، ما كان فيها مخاطرة. ركلة ترجيحية تتحول إلى هدف، ويضع الكرة في المرمى. ياخذ نفس، الهدوء مطلوب قبل التسديد. التصدي هنا يحسم ركلات الترجيح ويتأهل الفريق. فرحة كبيرة واضحة على الجميع.